هنعمل الكنافة بطريقة سهلة وسريعة ولذيذة في نفس الوقت، وهي أفضل طريقة ممكن تجربيها للكنافة بالقشطة أو الكنافة بالمهلبية. وهنعمل مع بعض القشطة الكدابة اللي تنفع معاكي حشو لأي نوع من الحلويات، سواء كان كنافة أو جلاش، مش هتقولك لأ. بس قبل ما نبدأ أنا معاكم من مطبخ عامر، ما تنسوش تعملولي لايك وشير للفيديو لو عجبكم عشان الكل يستفيد، وتعملوا لي اشتراك للقناة. معانا نص كيلو من الكنافة، يفضل ان احنا نحطها في الفريزر قبل ما نستخدمها بيوم او مش اقل من 5 ساعات عشان تبقى مجمدة معايا كده، وسهل ان انا اقطعها بالسكينة او ممكن تفرفتيها بايدك او تحطيها في الكبة، هي اسهل حاجة. معانا بقى 4 معالق كبار من السمنة، يفضل برضو سمنة بلدي او سمن نباتي عادي خلاص، مش هتقولك لا. السمنة تسخن معايا وابدأ انزل بكمية الكنافة كلها. هنا بقى يعني النار على حسب ما انت بقى تقدري تحركي ايدك، يعني تخليها متوسطة. حسيت ان انت الكنافة هتتحرق معاكي ومش هتقدري تسيطري، وطي النار بس هتاخد معاكي وقت اطول. خلاص كده لازم الكنافة كلها تتشرب من السمنة علشان تاخد درجة تحمير واحدة. قلبي بقى وخلي نفسك طويل لغاية ما توصل معاكي للون ده، وممكن نحط لها معلقة صغيرة سكر بودرة واحنا بنحمرها، ما تكتريش عن كده عشان ما تتحرقش معاكي. خلاص كده وصلت معايا للون ده، هطفي عليها. وملحوظتين بقى مهمين، طبعا ما غمقهاش قوي لان هي بتاخد برضو بتغمق عن الدرجة اللي انتي وقفتي عندها تسوية. والمهم وهي سخنة كده بنزل عليها ب4 5 معالق من السيرب اللي احنا عاملينه، اللي هو عبارة عن كوباية من السكر، كوباية من المية. اما السكر يدوب تماما خالص كده، ما يبقاش فيه ولا ذرة سكر في الحلة، ابدأ انزل بعصرة نص ليمونة واسيبهم يغلوا مع بعض غلوتين 3 واقفل عليها. الكنافة بتاعتي سخنة، هنزل بالسيرب وهو بارد. خلاص كده معايا بقى على جنب، هنركن الكنافة ونجيب نص كيلو من اللبن. اللبن وهو بيغلي كده هجيب نص كوباية من المية، عليها 4 معالق كبار من النشا، وادوب النشا في المية، وابدأ انزل على اللبن وهو بيغلي كده سرسوب صغير. ونخلي بالنا ان ما ينفعش انزل بيه النشا وهي بودرة كده على اللبن، علشان هتكتل معايا وتكلكع والدنيا هتبوظ منك خالص، مش هتقدري تنقذيها. خلاص فما نستسهلش ونختار الطريقة الاسهل اهو. ولازم وهو بيغلي كده انزل بقى على طول باللبن، ونخلي في ايدينا مضرب علشان هي هتربط معاكي بسرعة. خلاص بصوا، مضرب في الايد اليمين والكوبايه في ايدك الشمال، واشتغلي بقى بالاتنين مع بعض. بصوا ربطت ازاي، مجرد ما نزلت باللبن عليه النشا ربطت معايا وتقلت. خلاص كده. طيب احنا قلنا طريقة القشطة الكدابة، ما هو القشطة الكدابة مش هتبقى مهلبية كده بس، يفضل بقى ان احنا في الخطوة دي كده نحط لها نص كوباية من الكريمة اللباني. بس طبعا الكريمة اللباني سعرها غالي شوية واحنا عايزين نعملها اقتصادية، يبقى هنستغنى عن الكريمة اللباني بمعلقتين كبار من اللبن البودرة ومعلقتين كبار من الكريم شانتيه. ويفضل ان احنا كنا دوبناهم مع النشا في المية عشان اضمن ان هما ما يكتلوش معايا. بس هما الحمد لله ما كتلوش، لان انتي ايه هما ما فيهمش مادة نشوية كده تكتل. يعني هنضربهم كويس بقى بالمضرب كده ضربتين 3 كده لغاية ما يظبطوا معايا القوام، ومش هتقل النشا قوي ولا خليها خفيفة قوي. خلاص كده اهو زي ما انتوا شايفين هتبقى قوامها كريمي. وبجد الكريم شانتيه واللبن البودرة بيدوها طعم غني وقوي جدا، افضل من ان هي تبقى لبن ونشا بس. وطبعا لو عايزة تحطي الكريمة اللباني معاهم يعني تبقى طعمها خطير. خلاص. وهي بقى هظبط القوام بتاعها، شايفين؟ ولا هي اللي سايلة قوي ولا هي اللي تقيلة قوي. تمام كده خلاص. هركنها بقى على جنب وابدا احط الكنافه بتاعتي في بولات الايس كريم ديت، او عايزه تحطيها في اطباق صغيره، عايزه تحطيها في بوله كبيره تحطي الكميه كلها، فبراحتك خالص يرجع ليكي. انا هحط 3/4 كميه الكنافه بتاعتي هنا في ارضيه البوله، علشان هحط المهلبيه، وهرجع في الاخر ارش طبقه من الكنافه بس في الاخر خالص. خلاص. نبدأ بقى هنزل بالمهلبية بتاعتي وهي ايه، يعني ما بردتش تماما، لسه سخنة زي ما انتوا شايفين، عشان ما تبقاش معاكي تخينة او تقيلة، تقدري تصبيها وتظبطيها في الكاس. تمام كده. وسخونيتها دي كمان هتطري معايا الكنافة شوية، لان الكنافة بتبقى مقرمشة قوي.
عشان احنا محمرينها طبعا، فما تقلقوش خالص من ان هي سخنة. حطي بقى الكنافة واركني الكاسات دي على جنب عشان تبرد وتعمل طبقة كده نقدر ننزل عليها بالصوص بتاعنا ده. معايا بقى ربع كيلو من الفراولة، انا هنا كنت مفرزاها، انت عادي خالص ممكن تحطيها فريش يعني مش هتفرق معاكي. عليها نص كوباية صغيرة من السكر، يعني حوالي 4 معالق سكر او 3. احنا مش عايزين نكتر السكريات قوي. خلاص، هبدأ بقى اوطي عليها النار لغاية ما الفراولة تنزل المية بتاعتها معايا. خلاص، هقلبها كده. ايه المطلوب مني بقى هنا في الخطوة دي؟ مطلوب منك ان المية بتاعة الفراولة دي تتقل شوية، تتقل شوية زي هوريها لكم دلوقتي اهي. بصي، بس كده هي جهزت معانا. بس كده كده نطفي عليها وتمام هنشتغل بيها. هحطها برضو وهي سخنة فوق المهلبية، بس المهلبية كانت بردت شوية ومسكت نفسها كده. خلاص، بقت طبقة. طبعا بعد الفراولة تقدري تسيبيها كده وتقدري ترشي عليها شوية كنافة تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.